شوف كده معايا البنت دي عملت ايه. ده بالظبط اللي ممكن يوصل له اي موظف يتحط تحت ضغط شديد قوي. الموظف مش ماشين هتدوس على الزرار ويفضل شغال طول اليوم، ده بني ادم بيحس. فممكن اي اسلوب مش حلو من الجست يخليه يوصل للمرحله ديت. ممكن اي اهانه او ضغط نفسي من المدير يوصله برده للمرحله ديت. وكمان ممكن الخصومات الغير مبرره واللي بتيجي بالظلم برده ممكن توصله للمرحله دي. تاخير القبض واكل الحقوق برده ممكن يوصل الموظف للمرحله دي. انت ما تعرفش ظروفه وما تعرفش هو نازل من البيت جاي الشغل عندك عامل ازاي، ما تعرفش ايه المسؤوليات اللي وراه ولا شايل حمل عامل ازاي. فممكن اول غلطه منك صغيره في حق الموظف توصله للكارثه دي، وهيسبب لك خسائر كتيره قوي اكتر ب10 اضعاف من القبض اللي بتديهوله. كل ده عشان تصرف غبي منك كمدير، او انك سمحت الجست انه يهين موظف عندك. اكسب الموظف اللي شغال عندك، براندك هيكبر، لان اي براند في الدنيا بيكبر من جوه لبره. فانت لو موظف ومش عاجبك الحال اللي انت فيه ده، فامشي وما تستناش حاجه زي كده تحصل.